العصافير اللي قاعدة بتزقزق. guess what ان فلوج النهارده هيكون مختلف في حاجات كتير عامه، لان guess what هنروح فين؟ هنروح معرض ابداع. ف في حاجات بس هنعملها قبل ما نروح، زي مثلا ان احنا هنعمل غدا ونتغدى وكده، وبعد كده هنجهز وهنروح معرض ابداع نشوف الروايه ونشوف الاجواء هتكون عامله ازاي. فخلوكم معايا. هلو هي على جوه شارع جوه. محاولات ايجاد المكتبه. انت مش ال50 يعني هي مشكلتك دلوقتي في القرد؟ لا هي كانت عربي عارفين اسم حاليا انا تقريبا لسه صاحيه، واكيد باين على شكلي نوعا ما، فخلوني ابديت يو على اللي حصل بعد ما روحت برا. معرفتش اصور كتير بصراحه، لان قابلت صحابي بعد سنه ونص. طبعا بقالنا سنه ونص مشوفناش بعض من وقت امتحانات ثانويه عامه 2025، حرفيا مشوفناش بعض. فقابلتهم، رحنا سوا معرض ابداع وشوفنا الروايه بتاعتي على الرف، وكل واحده فينا اتصورت بروايتي، اتصورنا كلنا صوره سوا. وبعد كده كان عشان لسه كان قدامنا وقت في اليوم وكده، عدينا على معرض اسكندريه للكتاب اللي هو في مكتبة اسكندريه، وعملنا قعدنا نلف كتير قوي 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 بصراحه جوه، وقعدنا نلف في كل حته جوه ونتفرج ونشوف وكده. فحرفيا تعبنا، كل واحده فينا خلاص تعبت. هتلاقوا اغلب المشاهد او الكليبس اللي انا صورتها برا هتلاقوها اغلبها مش بتكلم فيها، لان انا مش عارفه اتكلم، تعبانه مش قادره، خلاص تعبت فصلت. ف هعطيلكوا الكليبس بس كاجواء كده، اللي هو تشوفوا الاجواء برا كانت عامله ازاي كده. وقلت هعملكوا ابديت لما اروح واحكي لكم ايه اللي حصل في اليوم يعني. فقعدنا نلف كتير جدا بين الكتب واشكال الكتب والكفرات بتاعت الكتب، اللي كان فيه كتب الكفرات بتاعتها حلوه جدا وعجبتني جدا. وكان شفت بوسترات وكنت هجيب بوستر بجد، بس انا ما لقيتش شخصيه سوكونا، يعني بجد حرفيا انا ما لقيتش بوسترات لجوجيتسو عامه لكم ان تتخيلوا. اللي هو كانت اغلبها الوان بيس. طب انا ما بتفرجش على وان بيس بجد، اللي هو ليه؟ طيب مش فاهم، بس اتس اوكي عادي. هنطبع احنا بوسترات وانا معلقها مع بوستراتنا الجميله دي.
it's okay عادي. حاليا استنى، جبت ستيكرز كده صغننه، استنى هوريهالكم. وهي دي الستيكرز، كان في اشكال تانية بس انا طبعا اخترت اللي عليه مارفل وعليه كافي، لان انا بحب البس كافي جدا جدا جدا. واخر حاجه مكتوب ابتسم فانها خربوط، ودي حاجه ماشي حلوه جميله. لقيت شباب يعني كانوا شويه شباب ولد وبنتين وكده، كانوا بيوزعوا الستيكرز دي، كانت شكلها حلو جدا بصراحه فعجبتني، فجبت من اللي عليها شكل مارفل دي. بصوا انا شلت اللي هي البتاعه الخارجيه دي، عارفينها؟ استنى عامه هبقى احطها في الجورنال بتاعتي. بصوا انا شلت الغلاف اللي من بره. فضل الستيكر نفسه، شكله حلو بصراحه عاجبني يعني، وخصوصا انا اخترت اللي فيها مارفل عشان احنا في شهر يوليو في ايه؟ شهر يوليو يوم 31 يوليو هينزل فيلم سبايدر مان الجديد، وانا مستنيه الفيلم بجد. فحاليا ايش هنسوي؟ حاليا هقوم اعمل حاجه كلها لان انا فعلا جعانه. بجد انا روحت البيت على حوالي 7:30 8 الا تلت حاجه زي كده، دخلت نمت. انا بجد دخلت نمت خالص، دخلت نمت على طول. صحيت على 11:15 بس ما كنتش لسه يعني كنت بحاول افوق ان انا اقوم اشوف اللي ورايا واشوف شغلي وكده والمونتاج وكده. فحاليا قمت على الساعه 12 تقريبا. بجد انا قاعده في السرير بقالي ساعه الا ربع بحاول استوعب ان انا المفروض اقوم اعمل لكم ابديت، اخلص شغل ورايا واخلص مونتاج لحاجات، بس يعني ده اللي انا كنت قاعده بحاول استوعبه فعلا. فهنقوم نعمل حاجه ناكلها، نعمل قهوه ونشوف ورانا ايه. بس قبل ما اوريكم بصوا ده اللي انا هقعد اشتغل عليه حاليا يعني. في فلوج انا صورت لكم فيه وانا بجيب البقره بتاعت الستان اللي هي دي بقره الستان دي. الفلوج ده انا عارفه ان هو هينزل بدري، يعني ممكن ينزل على حدود الخميس الجمعة اللي هو بكره مثلا، بعده على حسب بصراحه اخلص مونتاج امتى. ممكن ينزل الاسبوع الجاي اللي هو على السبت الحد كده، على حسب ما اخلص المونتاج امتى. بس الفيديو التاني بقى اللي انا بوريكم فيه وانا بجيب بكرة الستان وكده، ده مش عارفه هينزل امتى بصراحه، فما تحسوش ان الدنيا عامله كده كده، فاهمين؟ اللي هو الفلوج ده ما ينفعش ان انا اجله اكتر، اما التاني ممكن اجله عادي. فهنعمل باقي الورد. المفروض ان انا بحاول اعمل بوكيه من 6 وردات، دي وردة فضل 5. وبصوا شكلها حلو ازاي، بجد شكلها حلو قوي، وطريقة اللفة اللي انا عاملاها مخليها لطيفة يعني، فاهمين؟ I love it. I'm in love عامة. هتقولولي ليه بعمل الورد ده؟ هقولكوا ان انا عندي براند او سمول براند لبوكيهات الورد، اللي هو بوكيهات الورد الستان دي وبوكيهات الفراشات والحاجات دي كلها، وبوكيهات الصور كمان الحاجات دي. فهبقى اسيبلكوا لينك البيج بتاعت الانستجرام وتيك توك في الديسكريبشن، او هسيبلكوا الاسم يعني عامة. فبس خلونا نشوف بقى هنقوم نعمل ايه ناكل. حاسه ان انا دول الستيكرز دي ممكن الزقها على اللاب من بره، حاسه ان انا محتاجه احط ستيكرز على اللاب عامه بجد. هنشوف ستيكرز. حاليا عملت حاجه كلها، طبعا بدور على حاجه اتفرج عليها، وعملت برميل قهوه عشان يفوقني واشوف الشغل اللي ورايا. فبس هاكل وبعدها نشوف هنعمل. بصوا دول قعدت اعملهم دلوقتي، دي اللي انا اوريدي كنت عاملاها من الاول، ودول قعدت اعملهم. كنت بحاول اجرب اكتر من طريقه يعني واشوف اني بتطلع احسن شكل وكده.
فدي احلى واحده بصراحه. دي كنت مركباها بتله فاهمين، اللي هو واحده 1 by 1. ودي نفس الكلام، بس انا دي ما وسعتهاش فما طلعتش شبه كده يعني. بصوا الفرق، يعني الاتنين متركبين بنفس الطريقه، بس دي انا عملتها بطريقه معينه، ديت ما عملتهاش بنفس الطريقه، عملتها بطريقه تانية. ستيل ان دي نتيجتها احلى بكتير بصراحه، بس هي ستيل منفوشه يعني فاهمين. بس بصوا الفرق، استنى، ده الفرق وات، حرفيا ده الفرق. مع ان الاتنين انا مش عارفه هي مالها كل شويه بتقع، بس ماشي يعني. الاتنين متركبين بنفس الطريقه، بس دي فيها طريقه زياده عن دي، بس ستيل ان هم حلوين يعني. دي بصراحه ما بتطلعش منفوشه، فطريقتها مش احسن حاجه. فبس عامه هقفل الفلوج النهارده لحد هنا فعليا، لان حقيقي خلاص طاقتي خلصت، مع اني لسه صاحيه، بس ستيل ان انا طاقتي خلصت عامه يعني، لان دول بياخدوا مجهود كبير بصراحه. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.